السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن احوال. معاكم يوميات سمر منير. ما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده بقى يا حبايب قلبي طبعا انا سايبه الفراخ اللي هي الشامورد بتاعتي اللي هي البلدي، سايباها على السطح وكده. فطبعا بقى ايه، نزلت على السلم ووسخت لي السلم زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده كده منظر السلم بتاعي. اه طبعا انا حاطه لهم برضو بيقصحوا برضو من هنا، حاطه لهم حاجات عشان ما يعدوش وبرضو بيعدوا. فطبعا وسخوا لي السلم بالشكل ده كده. فطبعا بقى احنا فين؟ احنا في الشتاء وكده. انا عندي كده على السقف كده شخشخه كده على السقف، يعني السلم ما بنزلش عليه ميه ولا حاجه، بس الفراخ هي اللي تنزل لي على السلم زي ما انتوا زي ما انتوا شايفين كده. فطبعا بقى قلت لازم ان انا امسح السلم بتاعي. اه ما شاء الله. طبعا يا حبايب قلبي انا معايا الخرطوم اهوت، ولازم لازم احش الربع اللي على السلم بالاول، قبل ما تمسحه وقبل ما تحط الاريال وقبل ما تحط المعطر والحاجات دي. لازم احط التراب اللي على السلم الاول. ان شاء الله تمسكيه كده حته حته بالشكل ده كده. شوفي هتعملي الاول الخرطوم هيحوش لك التراب كله وبعد كده تمسحي بقى على نظافه، تمسحي بقى بالاريال او بالمعطر بتاعك. دي المعطر بتاعي هيبقى اخر حاجه. ما فيش احسن ما تمسحي السلم بالخرطوم. انا عامه يعني ما بحبش ان انا امسح السلم بالشرشوبه والكلام من دوت، لا. انا احسن حاجه عندي اقوم رايحه جايبه الخرطوم واقوم رايحه مسحاه بالميه. تكون الميه الزياده بقى بتنضف من ناحيه، بتنضف السلم حلو وتنضف الوزره، وما تخليش بقى تراب ولا طينه ولا اي حاجه. طبعا بقى يا حبايب قلبي انا معايا فرشه زي ديت كده وتمسكي تمسكي السلم كده حته بالخرطوم كده بالفرشه. طبعا دي عندي فرشه قديمه وكده بتاعت السلم. واجيب السلم كده من فوق لتحت من تحت لفوق. ما شاء الله. مفيش احسن والله يا حبايب قلبي من النظافه. ولا شرشوبه ولا حاجه. السلم بينضف في ساعتها ديت عشان السلم على طول عندي للتنظيف، بس عشان هي عندي الفراخ سايباها على السطح. فقامت رايحه نازله على السلم كده وسخلي بالشكل ده كده. شوفي ومن وقلب وتجيب الخرطوم في قلب السلم كده في قلب الدرجه كده من جوه، من العنكبوت ولا اي حاجه. بالشكل ده كده. تجيبي من تحت لفوق لفوق لتحت كده. دي كده خلاص نضفت اهوت بالشكل ده كده. ومعايا طبعا اللي هو الاوكسي بيخلي الريحه حلوه، ودوت طبعا معطر ارضيات خام جايباه من عند بتاع البرفان. زي ما انتم شايفين كده ريحته بجد ما شاء الله جميله.
انا جايبه والله يا حبايب قلبي، جايبه الازازه ديت. الازازه دي بس جايباها ب50 جنيه من عند بتاع البرفان. انا بحب المعطرات. بحب المعطرات وبحب الحاجات دي قوي. يعني على طول تلاقيني عندي المعطرات ديت ما بمنعهاش من عندي. طبعا بقى زي ما انتم شايفين كده، ده ريحه الاوكسي او ريحه الاريال بتخلي ريحه السلم او الحاجه حلوه، عشان ما تديش ريحه زفره ولا حاجه. طبعا بقى عند الاريال بقى كده. زي ما انتم شايفين كده بقت الريحه بقت ريحه السلم حطيت عليه معطر، السلم نضف معايا. بقت ريحته حلوه، ريحته معطر بتاع الارضيات. وبقى ريحته برضو اوكس من ناحيه. لقيت نفسي بقى فاضيه، قلت لازم ان انا اغسل السلك. انا بحب يعني عامه بحب النظافه. طبعا همسك السلم من فوق لتحت، يعني مش هسيب اي حاجه لغايه البوابه هغسلها بالميه. وانا بقى طبعا قلت بقى فرصه اغسل بقى شويه العيال بالمره. بدل ما اغسلهم بقى على السطح ولا في الحمام، قلت لا، لازم ان انا اغسل شويه العيال على السلم بقى. يعني مفيش فيها حاجه، هي فيها بس تراب، وان كان فيها طينه بس، مش شتا اليومين اللي فاتوا. زي ما انتم شايفين كده. وادي بقى يا حبايب قلبي، اديني اهو دوت وانا عند البوابه من تحت. وطبعا بقى هغسل البوابه بالشكل ده كده. طبعا انا عندي تحت كده، بدل ما ارمي الميه في الشارع، لا انا عندي بلاعه زي ديت تباري السلم زي ما انتم شايفين كده. وادي بقى طبعا وانا بغسل البوابه من التراب. جايباه من جوه ومن بره بالخرطوم زي ما انتم شايفين بالشكل ده. دي البوابه البوابه بتاعتي. وطبعا بدل ما الميه تطلع في الشارع، لا انا عندي بلاعه زي ديت الميه بتكون رايحه البلاعه زي ديت الميه بتكون رايحه داخله في البلاعه، بدل ما تطلع الشارع وتعكع في الشارع ميه، لا انا بعملها في البلاعه. وادي بقى طبعا انا خلاص مسحت السلم وكنست برضه الشارع. طبعا السلمتين اللي انتم شايفينهم دول دي مدخل البيت برضه، البيت من تحت. وطبعا انا كنست خلاص الشارع ومسحت اهوت بالشكل دوت زي ما انتم شايفين كده، الشكل النهائي بتاعي. وادي البوابه برضه بتاعتي. كده بقى الشكل النهائي بتاعتي. كده بقى وانا طالعه من تحت لفوق. طبعا انا جبت السلم من تحت من فوق لتحت، وده برضو شراعية للسلم برضو دهوية، وده برضو شباك برضو اهوت على السلم.
انتوا شايفين كده. كده بقى طبعا انا خلاص خلصت وغسلت الكوتشيات بتاعت العيال والشباشب وطلعتها فين، طلعتها على السطح تنشف. وده برضو اللي هي برضو هنا شباك تاني برضو على السلم اهوت اهو زي ما انتوا شايفين كده. ده الشكل النهائي بتاعي. عايزه اقول لكم يا حبايب قلبي، اللي مشتركش معايا في القناه يشترك معايا وتحطوا له لايك. مع السلامه.